في الفيديو ده هقولك على شوية نصايح هتساعدك لو بتدور انك تعدي من الانترفيو او اترفضت كذا مرة وعايز تتقبل في شغل الكول سنتر. ولو انت متعرفنيش او اول مرة تشوفني فانا يوسف بقدم محتوى عن تطوير الذات وزيادة الانتاجية وتعلم اللغات، فياريت تشرفني بمتابعتك ليا وتعمل شير ولايك للفيديو. في الاول خالص عايزك قبل ما تخش الانترفيو تاخد نفس عميق وما تترددش وما تتوترش وتشرب ميه كتير قبل ما تخش الانترفيو وما تقارنش نفسك بحد. وحاول على قد ما تقدر ما تحطش في دماغك او ما تقولش لنفسك انك مش هتعدي من الانترفيو. انت اوريدي وصلت لمستوى كويس اهلك انك تخش انترفيو، فحاول ما تحطش في دماغك انك مش هتعدي من الانترفيو لان ده كل ده بينزل في العقل اللاواعي، فممكن يبقى حقيقة. فحاول ما تشتتش نفسك وما تقارنش نفسك بحد وما تقولش لنفسك ان انت مش هتعدي من الانترفيو. وحاول برضو تحضر لأسئلة زي introduce yourself, tell me about yourself, what do you do in your free time, why should we hire you, what you gonna do with the angry customer, what are your strengths and weakness, what are your salary expectations. حاول تحضر للأسئلة دي كويس وتدي long answers. حاول وانت بتتكلم ما تقعدش تقول and. وحاول برضو تستخدم حاجات زي you know, so, however. لو لقيت نفسك مش لاقي حاجة تقولها أو لقيت نفسك خلاص يعني دماغك وقف ومش عارف تفكر في حاجة هتقول، حاول تركز برضو على حاجات مهمة زي ال TH sound, P sound وال B sound وال CH sound وال J sound. وحاول برضو لو لقيت نفسك مش لاقي حاجة تقولها حاول you know, so. حاول تقول حاجات زي كده لأن دي هتفرق معاك جدا جدا وهتخليك تساوند more professional. وحاول برضو وانت بتتكلم ما تقعدش تقول لأن دي ممكن تخليك ترجكتد على طول أو تخليك تترفض في الانترفيو. حاول لو اترفضت تسأل عن الفيدباك بتاعتك لأن دي بناء عليها هتشوف الغلطات بتاعتك وتصحح منها أو تتعلم من الغلطات بتاعتك. حاول تستخدم phrasal verbs و expressions و idioms على قد ما تقدر لأن الحاجات دي هتخليك تساوند more professional. لو أنت ما اتسألتش عن حاجة يا ريت ما تتكلمش عنها لأن الانترفيور ممكن يظن إنك محضر سكريبت أو حافظ أو حاجات زي كده. وحط في دماغك إنك لو اترفضت إن دي مش نهاية العالم ولا نهاية المطاف ولسه في فرص تانية كتير. اغلط وخش انترفيو واغلط وخش انترفيو واغلط. ده الحال. ومفيش حد بيتقبل من اول مره ومفيش حد، في ناس بتتقبل من اول مره ده اكيد يعني، بس مفيش حد ما بيغلطش ومفيش حد بتيجي معاه من اول مره. وانا برضو جبت لك القناه دي عشان تبراكتس عليها الاسئله بتاعت الانترفيو. الشخص ده هيعرفك كل حاجه عن الاسئله بتاعت الانترفيو ويخليك ترد عليها بطريقه بروفيشنال. بس كده، ده كان فيديو قصير عن تجربتي في الانترفيو او ازاي عديت من الانترفيو او الحاجات اللي اهلتني اللي انا اعدي من الانترفيو. ولو الفيديو عجبك لايك وشير وكومنت، والسلام عليكم.